بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنشوف مع بعض في الفيديو ده طريقة تركيب السور الحجر البديل للسور الحديد في الواجهات الحجر. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنعمل سور البلكونة أو جنب سور البلكونة. بعد كده بنثبت الظهر أو الطبانة على السور، وبعدين بنجيب البرامق ونبدأ نعلم مكانه على الطبانة اللي هو الخط اللي انتوا شايفينه ده، ونحط برمق برمق ونعلم المربع أو المستطيل بتاعه، وفي نصه بنعمل الإخرام اللي الراجل المحترم دي بيعملها علشان نثبت سيخ الحديد اللي هيتثبت أو اللي هيربط بين الطبانة وبين البرمق. وبرضه بنخرم في البرمق بالشكل اللي هوريهولكوا. ماشي شغال يا محمد، الله ينور. بنخرم في الطبانة أو في ظهر السور الحجر، بندخل فيه حوالي 10 سنتي، وبنخرم برضه في البرمق 10 سنتي، ونربط بينهم بسيخ حديد. ده غير إن إحنا برضه بنثبت البرامج دي في الطبانة بمادة لزق وبكل رخام. زي ما انتم شايفين كده بالهيلتي بنبدأ ننزل 10 سنتي جوه الطبانة. طبعا كل ما المسافة تزيد كل ما هيكون أقوى أو أفضل. وريني برمق كده من اللي متخرم له. تفريم جوه البرمق برضه بيكون على الأقل 10 سنتي علشان نضمن إن الربط بين البرامق أو السور الحجر والطبانة اللي هو ظهر السور الحجر هيكون كويس جدا. زي ما قلت لكم بنعلم أماكن البرامق أو السور الحجر على الظهر والطبانة، وبعد كده بنخرم في أماكنها. وده كده شكل الطبانة بعد ما خرمنا فيها الأسياخ اللي هنثبت بيها البرامق أو السور الحجر. كل برمق اتعمل له فتحة هيتثبت فيها السيخ. الأسياخ بنركبها بمادة تزريع، ويفضل إن احنا نضيف عليها أكسيد نفس لون الحجر. بنحط مادة التزريع في الفتحة أو في الخرم اللي احنا عاملينه، نتأكد إن الفتحة اتملت تماما بالمادة. نحاول ننزل المادة على قد ما نقدر في الفتحة، وبعد كده بنجيب السيخ وندق عليه بالمطرقة بحيث إن هو ينزل لنهاية الفتحة ويكون عليه مادة تزريع من الجناب كلها. قطر فتحة التزريع بتكون أكبر من قطر السيخ ب4 ملي، بحيث إن احنا نحط من 2 ل4 ملي مادة تزريع. في الأسياخ يفضل إن هي تكون 10 ملي أو 12 ملي. هنا حاطين أكسيد عشان يدينا نفس لون الحجر، بحيث إن مادة التزريع تكون بنفس لون الحجر. بعد كده بنثبت البرامق. بنثبت أول برمق وآخر واحد، ونشد عليهم خيط من فوق بحيث إن احنا باقي البرامق اللي في وسطهم تبقى ماشية معاهم خيط واحد. يعني كده عندي خيط فوق وعندي علام تحت أو شكلاين تحت بثبت عليه. وبنركب البرمة أو بنلزق البرمة بمادة اللزق، وبعد كده بنوزنه رأسي بميزان المية، وبرضه بنوزنه أفقي من فوق. هو طبيعي هيكون ميزان من فوق لأن الطبانة اللي تحت دي ميزان، بس بنأكد عليه برضه بميزان المية. ده كده شكل البرامق بعد ما ركبت كلها. وبعد ما بنركب البرامق بتكون آخر خطوة إن إحنا بنركب الطبانات أو الغطيان على البرامق من فوق، بحيث إن هي تكون مسند لينا فوق البرامق، وفي نفس الوقت بيكون شكلها جميل جدا. يعني كده ملخص الخطوات: بنعمل الحجر بتاع جنب البلكونة، بعد كده بنعمل
الغطا اللي تحت او الطبانة اللي تحت. بعد كده بنخرم في الطبانة. بعد كده بنخرم في البرامق. بعدين بنزرع الاسياخ جوه الطبانات، وبعدين نركب البرامق بالمادة وبالاسياخ. اخر حاجة بنعملها بنركب الطبانة اللي فوق او الغطا اللي فوق، وده كده بيكون الشكل النهائي.